زاوية بن عمار، عمادة سميمة، بلدية شريعة، مشرق الشمس، منطقة تشهد عزلة كبيرة في ظل غياب كل مقومات العيش الكريم. في سفح جبل سميمة مساكن مترامية وطرقات عاتية. هذا مدفع بلدية شريعة مشرق الشمس للبحث في حلول فك العزلة على القرية من خلال مشروع نموذجي ثقافي ترفيهي بتمويل وكالة التعاون السويسري تحت إشراف منظمة العمل الدولي. يتركب المشروع أساسا على قسطين. القسط الأول فيه تعبيد وفك العزلة ومع أحداث منتزه عائلي وين المدرسة الابتدائية بزاوية بن عمار، والقسط الثاني يتمثل في أحداث ملعب متعدد الاختصاصات كامل بالليفستير، إضافة إلى تهيئة المنتزه العائلي وين احنا موجودين اللي يتمثل أساسا في العين القديمة اللي هي عين رومانية، وين باش يتم تهيئتها وأحداث فضاء عائلي جاذب قادر الشباب يستثمر فيه، العائلات يكون لهم متنفس ونقطة التقاء وينجموا يتقابلوا وينجموا يكون منتزه أو ينجم كذلك يكون مشروع ترفيهي ثقافي في الجهة، إضافة إلى تهيئة الزاوية اللي هي معلم ديني وكذلك معلم تعليمي وين باش يصير فيها توسعة وين يتم أحداث قاعة انتظار للزائرين لبلوك سانيتير للضيوف نيجوا، وفي نفس الوقت فضاء قدام الزاوية وين تنجم الزائرين يجوا ينجمون يحطوا وسائل النقل نتاعهم، الكار اللي توصلت لهم وتوصل عائلات تلقي وين تنجم تحبس ويعني امبلاسمون خاص بهم هما. وهذا الحقيقة اللي نأمله من خلال المشروع هذا انه ابناء الجهة يكون عندهم امل انهم يدافعوا قبل على حماية المنطقة الجبلية، حماية الثروة الغابية الموجودة، وخلق كذلك المساهمة في خلق مواطن شغل بالجهة. مشروع يحمل في مكوناته مراعاة النوع الاجتماعي في المنطقة، كما يثمن الموارد الطبيعية فيها بإيمان كبير في الموارد البشرية المحلية. نحن لهنا ديما عندنا المقاربة اللي هي مقاربة الأوت انتنسيتي أون مان دوفر تسمى مقاربة معناها إيمو. نحاولوا ديما نثمنوا المواد الإنشائية المحلية واليد العاملة المحلية، وحتى كان اليد العاملة المحلية ناقصة معناها ما عندهمش الخبرة وما عندهمش تقنيات نتاع البناء، نحاولوا نعملوا دي شانتي ايكول دو تيل فاسون في اخر الشانتي اللي كان يخدم خدام عادي يولي عنده الخبرة، يولي عنده معناها مهارة في يديه، معناها تكون له كما مورد رزق ينجم يطور منه مهاراته ويطور منه المدخول نتاعو. حاولنا زادة في توسكي تنوير عمومي نخدموا بالفوتوفولتايك بتل فاسون يكون البروجي نتاعنا معناها اقل كونسوماسيون للكربون، كيف البناء وين نجموا نخدموا بالحجر في التابليت نستعملوا الحجر دو تيل فاسون يكون البروجي نتاعنا صديق للبيئة. مشروع نوعي في منطقة تشهد عزلة كبيرة قادرة على تغيير واقع الأهالي وتوفير مواطن شغل عديدة، بالإضافة لاستقطاب عديد الزائرين للمنطقة. وتبقى نقطة الضعف الوحيدة هي المساكن المهترئة واللي تعود لعهد الاستقلال واللي تنتظر كذلك لفتة خاصة لإعادة ترميمها.